تخيل معايا كده، شفت ملاك قوي نازل من السماء ملفوف في سحابة، وعلى راسه قوس قزح، ووشه منور زي الشمس، ورجليه شبه عمودين نار. الناس بتقول إن الملاك ده ممكن يكون المسيح نفسه، عشان صفاته قريبة من اللي اتقالت عنه في أول سفر الرؤيا. وكان في إيده كتاب صغير مفتوح، وحاطط رجله اليمين على البحر والتاني على الأرض. الكتاب الصغير ده عبارة عن إعلان جزئي، وحي لسه مش كامل، المفروض يتبلع الأول وبعدين يتقال على لسان النبي. وفجأة صرخ بصوت عالي زي زئير الأسد، ولما صرخ 7 رعود نطقت بصوتها. ال7 رعود دي فيها أسرار، بس ربنا قال له ما تكتبش اللي سمعته، خليه سر. يعني حتى الأنبياء في أوقات مش بيبقوا عارفين كل حاجة، في حاجات ربنا بس اللي عارفها. والملاك رفع ايده للسماء وقال قسم قدام الله الحي اللي عايش للأبد، مفيش وقت تاني. الليلة دي مع صوت الملاك السابع سر ربنا هيكتمل، يعني النهاية قربت وخطة الخلاص هتتم بالكامل. وبعدين سمع صوت بيقوله خد السفر ده وكله، وفعلا أكله، وكان طعمه في بقه حلو بس في بطنه مر. الوحي جميل لما نسمعه، بس صعب لما تعيشه وسط الناس والاضطهاد. وبعد كده اداله عصاية وقالوا له قوم قيس هيكل ربنا والمذبح واللي بيعبدوا فيه. القياس هنا مش بالحجم، ده رمزي، يعني ربنا بيعد أولاده وبيحميهم روحياً. وسمعته بيقول هبعت 2 شهود يتنبأوا لمدة 1260 يوم لابسين هدوم الحزن. ال2 دول بيرمزوا للكنيسة اللي بتشهد عن ربنا وسط الضيق زي موسى وإيليا كده، وكان ليهم سلطان يقفلوا السماء عن المطر ويضربوا الأرض بأي ضربة. لكن الوحش اللي طالع من الهاوية هيحاربهم وهيغلبهم وهيقتلهم. بس بعد 3 أيام ونص روح الحياة دخل فيهم من تاني، وقاموا على رجليهم، وكل الناس اتخضوا وسمعوا صوت بيقول لهم اطلعوا فوق. وفعلا طلعوا السما في سحابة وأعدائهم شايفينهم. وفي نفس اللحظة حصل زلزال كبير، 10 من المدينة وقع و7000. لو انت وصلت لحد هنا والفيديو عجبك، أتمنى تقول لنا عاوز الموضوع الجاي عن ايه، وتعمل شير.